كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة عيد الأم. وكل سنة وانتوا طيبين للأمهات اللي أمهاتهم نرجسية واللي أبهاتهم نرجسية. كل سنة وانتوا طيبين. أنا عارفة قد إيه انتوا النهاردة مش مبسوطين، وحاسة بيكوا، حاسة بالوجع اللي بيخبط كل ما بتشوفوا حد، بالذات على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا الحقيقه يعني ملبسانا في الحيط في القصه دي. بيعيد على مامته وعامله تاج لمامتها وحاطه صورها هي ومامتها، والام اللي حاطه صور ولادها او بناتها جابوا لها ايه، والكلام الخطير والاغاني اللي محطوطه باك جراوند على الفيديوهات التيك توك وست الحبايب يعني الحاجات كلها اللي بتبقى في اليوم ده، اللي بتزيد من الوجع أضعاف. احنا وجعنا ما بيروحش، احنا وجعنا موجود معانا، يعني ابتلاء وخلاص، واحنا عارفينه. بيخف ساعات ويجي ساعات ويحصل تعافي ساعات، ونقع تاني ساعات في رحلة التعافي بتطلع وتنزل. بس انا عارفة ان يوم زي النهاردة من اكتر الايام اللي بيضايقكوا وبيجرحكوا، لان غصب عننا بنقارن في دماغنا. وكتير انا عارفة ان في ناس كتيرة بتسأل ليه انا مش عندي الاحساس ده ناحية مامتي؟ ليه ما خدتش منها كمية الحنان والحب اللي الناس بتتغنى بيه، اللي ولاد الامهات بيتغنوا بيه في اليوم ده، وبيحاولوا يردوا لها جزء من الحب ولا الحنية ولا ايا كان اللي هم خدوه منهم. وعارفة ان احنا في جزء من مشاعرنا بيبقى عبارة عن، ساعات كتير بيبقى احساس بالذنب، ان انا مش عارفة احب امي ومش عارفة اقول لها الكلام ده ومش عارفة احسه ناحيتها زي ما بقية الناس حاساه وزي ما بقية الناس بتتكلم عنه. انا يمكن اكون غلطانة، يمكن اكون ظلماها، يمكن تكون هي كويسة وانا اللي مش كويسة. كل الكلام ده بيجي في بالنا، وكل الوجع ده بيجي في بالنا، انا عارفة. بس انا عايزة اقول لكم حاجة، لا انتوا غلطانين ولا انتوا اشرار ولا ضميركم في مشكلة، ولا هي اصلا تتحب. ده اول حاجة عايزة اقولها لكم، لان فقد الشيء لا يعطيه او بيعطيه لناس تانية. يعني انا ممكن ابقى فاقده الشيء، ما خدتش من امي حنية، معلش الصوت بس، العربية دي تعدي، اوكي. انا ممكن ابقى ما خدتش منها حنية بس اعرف اديها لاولادي، اعرف اديها لاصحابي. انما اديها لها هي ازاي اذا كان هي ما ادتهانيش؟ اذا كان انا ما خدتش منها غير اهانة، ما خدتش منها غير وجع، ما خدتش منها غير مقارنة، ما خدتش منها غير تفشيل، وما خدتش منها غير ان هي بتحاول تزقني ان اكره نفسي، احبها ازاي؟ فانا جايه لكم بقول لكم اوعوا تحسوا بالذنب، اوعوا تحسوا بالندم. انا عايزاكم النهارده تحتفلوا بنفسكم، حتى لو انتي مش ام. مشاعرك مشاعر ام، انا متاكده، ناحيه اي حاجه معدي، ناحيه اي لو كلب معدي في الشارع صغنن، كلب ليترلي يعني، بجد مش بشتم، كلب ولا قطه، انا عارفه ان انتي ام، انا عارفه ان انتي احساسك احساس ام تجاه كل حاجه حواليكي، تجاه كل طفل بتشوفيه بيعيط، تجاه اختك او اخوكي حتى لو نرجسيين، تجاه اصحابك، فانتي ام في نفسك. مش لازم تكوني مخلفه عشان تبقي ام، على فكره اللي بتخلف برضو مش معناها ان هي ام، مش اللي بيخلف ام، اللي بتربي وبتدي حنية ام، هي دي الام. فانتي ام، انا عارفة انك ام. ف عايزاكم النهاردة تعملوا حاجتين. اول حاجة، اقفلوا السوشيال ميديا يا جماعة، اقفلوا السوشيال ميديا، اقفلوا التلفزيون، حتى التلفزيون كل اعلانات هتبقى عن الام عشان هم عايزيننا نشتري هدايا ليهم، كل الافلام هتبقى ليها علاقة بالموضوع ده،
كل حاجة هتبقى ليها علاقة بقصة الأم أرجوكوا اقفلوا التلفزيون، اقفلوا الفيسبوك، اقفلوا الانستجرام، اقفلوا التيك توك بجد. اليوتيوب الحاجة الوحيدة اللي أنا بنصح بيها، ليه؟ لأن هو ما بيحطش لينا حاجة، ما بيفرضش علينا الجوريزم غير لما انا اكون مدوره على الموضوع ده بنفسي او شايفه حاجات شبهه. ادخلوا على اليوتيوب، اسمعوا بودكاست، اسمعوا حاجات بتبسطكم، اتفرجوا على حاجه بتبسطكم ما تكونش فيها عليها علاقه بالام وبالكلام ده. انزلوا، اخرجوا، ما تبصوش حواليكم. على فكره، حاجه التانية اللي عايزه اقولها، ان اغلب الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في كتير قوي 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 بيضخموا وبي بي 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 بيبالغوا. ليه بقى؟ الحب اللي بجد ما فيهوش ان انا لازم اطلع على السوشيال ميديا اقعد اهس واقول احبك قوي والحاجات دي. الحب اللي بجد ما فيهوش كده. الحب اللي بجد انا قاعده جنب مامتي باخد بالي منها، او خارجين مع بعض، او رايحه اجيب لها هديه. انا ما عنديش وقت ادخل على السوشيال ميديا اقعد اعمل في فيديوهات وتيكتوهات وورايا 100 اغنيه ده مش ده الحب. فما تقارنوش اللي انتوا حاسينه باللي شايفينه على السوشيال ميديا. 90% منها فيك. وعلى فكره اغلب الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا، البلوجرز اللي بيعلنوا عن حاجات وبيعملوا سبونسرنج، بيطلعوا يقولوا يا جماعه ما تصدقوش اللي احنا بنعمل، ما تصدقوش المود. انا ممكن ابقى طالعه مودي، البلوجرز يعني طالعه مودي حلو وبضحك وبعلن عن حاجه وحاطه ميك اب وبتاع، وانا معيطه قبلها بثانيه. هتشوفوني تقولي غنيه ومبسوطه وبتعلن عن مش عارفه ماركه غاليه وما عنديش مشاكل، وانا قبلها بثانيه متخانه ولا متخانقه ولا تعبانه ولا طالعه من المستشفى، بس ما عندي كوميتمنت ان انا اعمل الاعلان ده. فاهدوا على نفسكم، بالراحه على نفسكم، ما تقارنوش. كل واحد بياخد نصيبه بالظبط، وكل حد عنده ابتلاء بنوع مختلف عن التاني. فما تفتكروش ان الناس اللي على السوشيال ميديا اللي عمالين يهللوا دول مبسوطين كلهم، وفعلا ده نوع الحب اللي بيحبوه، او ده نوع الحب اللي احنا نفسنا فيه. ممكن يكون مش شرط، مش شرط. فخدوا بالكم من نفسكم قوي، دلعوا نفسكم قوي النهارده. كل ست، مش بس ام، كل ست عندي على الشانل وشايفاني وعندها حد في حياتها نرجسي، اب او ام او او ان شاء الله لا اي حد، كل ست النهارده دلعي نفسك، ابسطي نفسك. انتي ام في نفسك حتى لو انتي لسه ما خلفتيش ولا اتجوزتي ولا اي حاجه. فاعملوا اي حاجه تبسطكم. انزلوا تمشوا، انزلوا اتفرجوا على مول، مش لازم حاجه تبقى غاليه وبفلوس كتيره واقعد اروح عندنا فلوس ونفسنا ندلع نفسنا، ندلع نفسنا ونروح سبا ونروح ونشتري اللي احنا عايزينه. مش عندنا عايزين نقتصد في مليون طريقه انت نقتصد بيها. اقرا كتاب حلو، اقعد في حته اشرب كوبايه شاي بعد الفطار، ولا كوبايه قهوه لذيذه مع كتاب لذيذ في حته حلوه، هصلي، هقرا قران، اي حاجه اعملها اقفل على نفسي واعملها بحب لنفسي. اهم حاجه النهارده انا عايزه الانتنشن، عايزه ان انتوا تبقى نيتكم ناحيه نفسكم حب لنفسكم. ما عندناش حد نحبه في المناسبه دي بالذات، يعني اللي مكتوب فيها عيد الام لازم احب ماما، يعني هحب نفسي. انا مامة نفسي. احنا هنتعلم ازاي نري بيرنت نفسنا. يعني ايه نري بيرنت؟ يعني ابقى انا الام اللي انا ما خدتهاش. انا ام نفسي، ام التشايلد الصغير، الطفل الصغير اللي اتهان واتبهدل زمان. انا محتاجه، انا كبرت دلوقتي، ابقى اتعلم ازاي ابقى امه. لو عايزين تعرفوا ازاي نعمل كده، تعالوا عندي على التليجرام شانل بتاعتي، هي لسه مبتديه. هحط اللينك في الديسكريبشن وهحط اللينك في اول كومنت. هنتعلم ازاي نقدر من ضمن يعني رحله التعافي بتاعتنا، هي اسمها تعافي وازدهري هيل اند رايز. من ضمن رحله التعافي اللي انا ان شاء الله هعملها بستبس، بس يعني اجيب ناس معانا كتير عشان كلنا نستفيد، ان انا تاني ابقى ام لنفسي، وازاي اعوض نفسي كطفله
اللي جوايا اللي اتحرمت من امها، ازاي انا اعرف ابقى مامتها. النهارده هناخد اول خطوه، هنعمل لنفسنا حاجه تبسطنا، حاجه صغيره، واكتبوا لي في الكومنتس عملتي ايه لنفسك النهارده بالذات. تمام؟ مستنيه تعليقاتكم كالعاده، مستنياكم على التليجرام شانل اللي احنا فيها جروب عام، وفي جروب للشاتنج ده سيدات فقط بنشارك فيه تجربتنا وبنشارك فيه ألمنا، وانا بشوف معاكم ايه اللي ممكن اعمله معاكم علشان اقلل من الوجع ونقدم دعم لبعض على قد ما نقدر. مستنياكم، معاكم مي حرفوش، عيد ام سعيد.